لو ما شفتش القسم الاول من الموسم الاول من انمي بلو لوك يا صديقي فروح شوفه دلوقتي. بدأ يا صديقي على طول الفريق زد يحضر نفسه للماتش الأخير ليه اللي لازم ولا بد إنه يكسبه علشان يتأهل للمرحلة الثانية، وجاء اليوم المنتظر يا صديقي ألا وهو يوم المباراة. ضبط الفريق زد خطته وكل حاجة كانت على سنجة 10 وبدأت المباراة، وأول حاجة بدأها ايساجي إنه يحل المباراة في أول 5 دقايق وطريقة لعب لعيبة الخصم، وبالفعل أوقفوا أول هجمة وبدأوا في عمل هجمة مرتدة أول ما باتشيرا رماها الجاجامارو في العمق، لكن للأسف لاعب البالي بتاعنا بيخطئ المرمى. وهنا يا صديقي بيستغل افضل مهاجمين في فريق الخصم وبداوا في تقليد استراتيجيه الفريق زد وعملوا مرتده بنفس الطريقه بتاعه الفريق زد يا صديقي، ويلبي المهاجم يستلم الكره في حركه طائره على وش رجله هوب يشوط على المرمى، واذ به يسدد ويحرز الهدف الاول للفريق في. لكن الفريق زد بدأ في المحاولة مرة تانية بالهجوم ولم يستسلم واستخدم نفس خطته لكنها تنقطع منه مرة تانية وتتعمل مرتدة جديدة عليه بنفس الطريقة يا صديقي، والمهاجم اياه برضه يستلمها وهوب الدبل كيك بيجيبها في المقص. ما هذا يا صديقي ما هذا؟ وبكده الفريق في متقدم بهدفين مقابل لا شيء. بدأوا مرة كمان من السنترة انهم يهجموا تاني ويستخدموا سرعة تشجري في الهجوم لكنه بتتقطع منه تاني برضه من واحد اسرع منه، هو نص الملعب بيشوطها المهاجم في المقص ويحرز الهدف الثالث على التوالي وتصبح النتيجة 3 مقابل لا شيء للفريق في يا صديقي. ومن تلك اللحظة انهار الفريق زد ومعنويتهم أصبحت في الأرض. لكن هنا يا صديقي الوحش الكامن الكاسر باتشيرا بدأ يستثار ويتحمس أكثر بأن في واحد أقوى منه وفي 3 مهاجمين بتوع الخصم مستواهم عالي جدا، وهذ بهذا الوحش الكاسر يبدأ يستخدم الوحش اللي جواه ويبدأ في الهجوم المجنون على الخصم ويرقص أول واحد من المدافعين بحركة الرولات المشهورة وبعديها يدخل يعدي من المهاجم الثاني بحركة الإلاستيكو الهوائية. ما هذا الجمال يا صديقي؟ وبيكمل مسيرته نحو المرمى وبيدخل على 3 مدافعين ضده لوحده، وبالفعل يا صديقي يفعلها ويعدي من الأول وبعديها الثاني وبعديها الثالث ويسدد نحو المرمى بلوب يا صديقي، ولا أروع من فوق الحارس وهوب يا إلهي يحرز باتشيرا الهدف الأول للفريق زد وتصبح النتيجة 3-1 للفريق في. ومن تلك اللحظة يا صديقي قرر الفريق زد إنهم هيعتمدوا على المهارات الفردية وإنهم هيلعبوا على تجديد خطتهم وهم جوه الملعب. ومن تلك اللحظة تحول الفريق زد إلى فريق جديد كليا يا صديقي، وتبدأ الهجمة الجديدة من ناحية الفريق زد بعد عرقلة هجمة الفريق في، وتصل الكرة إلى كونيغامي المفتول بالعضلات، وهنا يا صديقي يتخطى حواجز جسده وقوته السابقة ويسدد من على بعد 28 متر من على مرمى الخصم ويطلق يا صديقي صاروخا من قدمه نحو المرمى، وبالفعل تخرج كصاروخ الطلقة المنقضة متجهة إلى شباك الخصم وتصبح النتيجة 3-2. وبدأ الشوط الثاني وهو مولع، وتبدأ الهجمة الأولى في الشوط من ناحية الفريق زد، وبالفعل الكرة تصل إلى كاجامارو ويشوطها في المقص في حركة ولا أروع، لكن يا صديقي بيصدها المهاجم أبو نضارة لكنها ترتد إلى إيساجي لكنها تطلع منه للأسف الشديد. توصل الكرة بعدها لتشاجري وهنا يقف قدامه عدوه اللذيذ الواد أبو نضارات ده، وهنا استخدم تشاجري كل قوته ألا وهي إنه أسرع في المسافات الكبيرة فقام طول الكرة لقدام قوي، وهنا المهاجم أبو نضارات كان أسرع منه في الأول لكن تشاجري أصبح الأسرع في المسافة الأطول يا صديقي، وبالفعل أصل تشاجري أولا إلى الكرة وكان المرمى بالفعل مفتوح له، وبالفعل يسدد تشاجري كرته اللولبية في المقص ويحرز هدف التعادل. وهنا يا صديقي يصح المهاجم ابو شعر ابيض من الفريق في وبدا يتحرك لوحده من غير المهاجم اللي بيكون معاه من فريقه، واخذ الكره واذ به ينطلق نحو المرمى بسرعه خياليه ويعدي للاسف من اول مدافع من فريق زد ويعدي من الثاني وبعدها يباصي للمهاجم ابو نضارات. هيدخلوا جون ولا ايه؟ لا وكمان المهاجم ابو نضارات اوقف تشاجري من انه ياخذ منه الكره ويرقصه براسه لولبيه، وبعدها يعرضها المهاجم ابو شعر ابيض جوه منطقه الجزاء وبالفعل يستلمها على الطائر ويلف نفسه 180 درجه في الهواء ويسدد بالجانب القائم ويحرز الهدف الرابع الأروع للفريق في يا صديقي. وبكده أصبح من الواضح يا صديقي إن الكل بيلعب بمستوى تاني نهائي، وللأسف كل ده إيساجي يعتبر ما اشتغلش، كل ده أمال مش عارف يتطور، كل ده مش عارف قوته هي إيه أو يشغلها إزاي أو حتى يستفيد منها إزاي يا صديقي. لكن يا صديقي
هنا في تلك اللحظة أما باتشيرا فوقوا. هنا قوة إيسيجي في توقع حركات الخصم اشتغلت، واستلم الكرة من تشيجري على خط ال 18 قبل ما يقطع الكرة المهاجم أبو شعر أبيض يا صديقي، ورجع الكرة لتشيجري تاني وسابه ينطلق نحو المرمى من جديد، وبالفعل يسدد تشيجري نحو المقص لكن الحارس يصدها وتترد من جديد. ويستمر إيسيجي في تحليل الموقف وقراءة التحركات، فيستلمها جاجامارو ويسدد مرة تانية لكنها تتصد مرة تانية وفي إيه، فتترد المرة التانية فيسدد مفتول العضلات كونيجامي نحو المرمى للمرة الثالثة على التوالي. وهنا يا صديقي تحدث هدف في مرمى الفريق في، ويتم التعادل بين الفريقين. وكل ده الغريب انه حصل وإيسيجي عارف انه هيحصل وبيقراه وهو في مكانه ولا كانه بيجمع لعبه من البازل. ومن تلك اللحظه يا صديقي اصبح إيسيجي ولكنه بيقرا المستقبل وبيتوقع كل تحركات الخصم، لكنه يا صديقي يخطئ في توقع حركات هذا المهاجم الغشيم ويعدي منه به يقترب الى مرمى الفريق زد ويبدا في التسديد. لكن يا صديقي بدون تعليق كون الخائن اللي طول الماتش ما كانش بيلعب مع فريق زد ويمسك في المهاجم ابو شعر ابيض ده ويسقطه ارضا فياخد طرد بكارت احمر. اخيرا عملت حاجه عدله في حياتك يا صديقي. بس هو بكده يا صديقي انقذ الفريق زد من هدف مؤكد كان هيدخل فيه. ومن تلك اللحظه بدا الفريق في بطاقه مرعبه واصرار على الفوز وبداوا من مكان الفاول. وهنا يا صديقي إيسيجي يبدا يحل موقف من مكانه ده علشان يعرف ايه اللي هيحصل ويتصرف على اساسه، فبيقرر المهاجم انه يشوط الكره دايركت على المرمى، لكن حارس الفريق زد تحول الى وحش كاسر هو الاخر وصد الكره يا صديقي واتردد الكره، لكن المهاجم ابو نظارات يقوم معدي بسرعته الصاروخيه وينتهز فرصه ارتداد الكره ويتقدم ويسدد، لكن واحد من مهاجمين الفريق زد يصدها برجله بحركه ولا اروع. تترد الكره الى المهاجم ابو شعر ابيض ويسدد مره اخرى ليس بقوه لكنها بدهاء، يقوم حاططها بلوب بسيط كده من فوق المدافعين والحارس وتطير الكره يا صديقي من فوق المدافعين متجهه الى الشباك، لكن يا صديقي بيلحقها جاجامارو بقوته ويصدها برجله. ما هذه الروعه! وتترد الكره المره ال20 لكن مين بقى بيستلمها؟ بطلنا إيسيجي بعد تحليل جميع الطرق الممكنه لتسديد الهدف وجميع تحركات اللعيبه اللي حواليه، فيقوم بعديها مباصيها لباتشيرا المرعب وباتشيرا يردها في 1-2 ولا اروع يا صديقي، فيقوم مرارها لتشيجري وبالفعل يستلمها وينطلق صاروخ وبيكمل معاه إيسيجي وهوب يباصيها تاني لإيسيجي في 1-2 ولا اسرع، يباصيها المره كمان لكونيجامي مفتول العضلات وهنا بيقطعها المهاجم بنظاراته وطول الكره منه وتقترب من خروجها بره الملعب، لكن بيلحقها المهاجم اللي باسنان المدببه ده من فريق زد على اخر لحظه ويرجعها تاني لباتشيرا ويوصلوا الى عمق منطقه الجزاء. ومن هنا يا صديقي بيقوم عرضها باتشيرا الإيسيجي على خط منطقه الجزاء وهنا بيلحق به العبقري المهاجم ابو شعر ابيض من فريق الخصم. وهنا تحول إيسيجي الى المهاجم الاخطر على الاطلاق وفك اغلاله من كثره التفكير والتحليل وساب نفسه للتسديد في شباك الخصم وتنطلق الصاروخ من قدمه اليمنى الى الزاويه محلقه في شباك الخصم، ويكون هذا يا صديقي هدف الفوز للفريق زد في هجمه ولا اروع تدرس في الملاعب لاجيال قادمه. ما هذا الجمال، ما هذه الروعه، ما اعظم هذا الانمي. ومن اول اللحظه دي ظهر لهم ايجو وبلغوا منه قبل ما يتاهلوا هياخد كورس تاهيل بدني جديد جدا لمده 10 ايام. ومن تلك اللحظه يا صديقي بدا المستوى الثاني، وبدا ايجو يشرح المستوى الثاني ده مكون من ايه. بيتكون المستوى الثاني ده من 5 مراحل، اللي يخلص واحد يدخل على الثاني على طول، واللي هينجح في المستوى الثاني ده هيتدرب مع افضل اللاعبين في العالم. ودخل كل واحد من باب شكله، فجاه اول ما دخل إيسيجي المكان لقى نفسه لوحده في الملعب ويرمي كوره تتحدف له. وبكده دي المرحله الاولى من المستوى الاول، وعليه انه يجيب 100 هدف في 90 دقيقه بسيطه وسهله. والحارس ليس الا روبوت. الفكره بقى ان الكوره بتتحدف من اماكن مختلفه، لا والانح كمان مكان المرمى بيختلف كل شويه، فلازم والكوره طايره عليك تكون حددت هتستلمها ازاي وهتشوطها ازاي وهتجيب جون ازاي، وكل ده في ثواني معدوده ولا اجدعها طرزان يا اسطى. وبدا إيسيجي في توجيه الركلات ويجيب اجوان، لكن اكيد الموضوع مش هيبقى ايزي بالمنظر ده. زاد صعوبه الامر بان بقى في كمان دفاعات قدام المرمى غير الحارس، وكل ده طبعا بيتغير مع كل ركله. وهنا يا صديقي تطور الموضوع للمستوى الثالث والاصعب على الاطلاق. المدافعين بداوا في التحرك والكره اللي بتحدف بقت اسرع بكتير من قبل. وهنا يا صديقي بدا إيسيجي باستخدام قوته وتحليل الموقف كاملا، علشان كان في الاول بيعتمد على الفريق لكن حاليا هو لوحده حرفيا. وبالفعل يا صديقي نجح إيسيجي في امتحان المرحله الاولى واتجه للمرحله الثانيه وقابل كل خلصوا المرحله. وكانت التعليمات كالتالي:
شكل فريق من 3 وكملوا الطريق. وهنا يظهر باتشري ويكون تاني واحد من فريق إيساجي. وهنا يا صديقي يحدث شيء غريب، ألا وهو انضمام الواد أبو شعر أبيض ده واللي اسمه بالمناسبة ناجي، ويكونوا كده 3 لعيبة في فريق واحد. وبكده يكونوا خلصوا المرحلة الثانية وانتقلوا للمرحلة الثالثة من الامتحانات. وبدأ إجوا في شرح المرحلة الثالثة، ألا وهي ماتش بين الفرقتين مكونين من 3 لاعبين لكل فريق، وهيكون في روبوت آلي كحارس مرمى لكل فريق. يبقى كده 4 ضد 4، واول فريق بيجيب 5 اهداف بيكسب. الفريق الفائز هيكون له الاولويه انه ياخد واحد من الفريق الخصم علشان يكونوا 4 لاعبين حقيقيين، واول فريق هيلعبوا ضده هم التوب 3 او اعظم 3. هل بقى الفريق الجديد ده هيقدر يكسب التوب 3 ولا لا؟ هل هيستطيعوا التأهل؟ هل إيساجي بطلنا هيبقى أحسن مهاجم في العالم؟ هذا ما سنعرفه في القسم القادم في الفيديو القادم بإذن الله. لو عجبتك الحلقة يا صديقي ما تنساش تعمل لي سبسكرايب أو اشتراك في القناة، وما تنساش تدعس الجرس ده علشان يجيلك الإشعارات أول بأول بإذن الله. أسيبكم في رعاية الله بقى، والسلام عليكم.